بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الأعزاء، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات أهل التميز. النهاردة هنكون معاكم في حلقة هي فعلا متميزة بالفعل. الحلقة دي هنتكلم فيها عن صرح عظيم داخل محافظة أسيوط، وهي كلية التكنولوجيا المصرية الألمانية. الكلية بتتكلم عن أو بتقدم أقسام عظيمة جدا جدا جدا، قسم تكنولوجيا وقسم كهرباء واي تي. المكان فعلا لا فعلا صرح، حاجة فعلا مميزة بالفعل. وعشان كده هيكون معانا دلوقتي ضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور أحمد سعد، عميد كلية التكنولوجيا. هيتكلم معانا عن المميزات الموجودة والأقسام الموجودة، وهيعرفنا إيه الكلية وإيه تفاصيلها وإيه الحاجات المميزة فيها وإيه الحاجات اللي ممكن الطالب يستفاد منها. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفتنا النهارده في الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بأسيوط. مبدئيا أدي فكرة عامة عن التاريخ بتاع المكان ده. هو بدأ باسم مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، كمشروع بين مصر وألمانيا لإنشاء وتخريج جيل من الفنيين المهرة في التعليم التكنولوجي، ودي كانت حاجة متميزة في التعاون بين مصر وألمانيا. بدأ المشروع ده بإنشاء مدرسة 3 سنين، ثم كلية متوسطة سنتين، ثم كلية متقدمة سنتين. وده النظام المتعارف بيه في الدول ألمانيا، كوريا، اليابان. 3 سنين مدرسة ثانوية تكميلية أو سنتين، 3 سنين، وبعد كده سنتين كلية متوسطة، سنتين كلية متقدمة. من حق الطالب في أي مرحلة إنه يوقف تعليمه ويلتحق بالصناعة ويرجع تاني، يعني في خلال مدة ما يحددها مجلس الكلية. طور المشروع بالجامعة التعليم التكنولوجي، ونظرا لاتجاه الدولة بإنشاء الجامعات التكنولوجية عشان نوحد المسميات، فاتغير اسم المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط إلى اسم الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، وأصبحت الكلية تابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، بحيث جامعة مصر التكنولوجية الدولية أصبحت فيها 3 كليات. 3 كليات لهم شراكات دولية: الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط شراكة مع ألمانيا، الكلية التكنولوجية بالفيوم شراكة مع إيطاليا، الكلية التكنولوجية بالعمرية شراكة مع الكورية. تمام. وده في الوضع الحالي نحن اسمنا الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط. بالإضافة في الكلية دي محافظين على المدرسة، موجودة المدرسة في السنين. بنقبل في مرحلة المدرسة الطالب بتاع من مرحلة المدرسة اللي بيدخل عندنا في المدرسة بيدخل الالتحاق مباشر بالكلية. خارج المدرسة هم طلاب الدبلومات الفنية أو طلاب الثانوية العامة، بيتم التحاقهم بالكلية عن طريق التنسيق الحكومي. لأن في الكلية لها طابع في التنسيق الحكومي، طابع للدبلومات الفنية وطابع للثانوية العامة. حسب التنسيق كل سنة بيلتحق الطالب. طيب، هل متاح مثلا في تبادل مشترك ما بين الكلية وما بين الكلية الألمانية؟ هل في تبادل للطلبة في خبرات؟ ممكن طالب يسافر بره لو هو متقدم أو متميز في التعليم؟ بالفعل في عدد من الطلاب. الفكرة إن بعض الدول زي ألمانيا وبعض دول أوروبا بتحتاج أعمال فنية مهرة. تمام. وبما إن إحنا في الموضوع هنا يعني شغالين على نظام التعليم الفني، على نظام الجدارات والمهارات طبقا للمعايير الألمانية، فبتبقى فرصة الطالب للالتحاق بالسوق الدولي فرصة قريبة جدا. مع دراسة اللغة الألمانية كل سنة بيدرسها الطالب، بيبقى مستوى في اللغة الألمانية كويس، بيدرس اللغة الإنجليزية بجانب اللغة الألمانية، جدارات ومهارات على النظام المعايير الألماني. تبقى فرصة الطالب في التعليم وفي الالتحاق بمنح تمنحها ألمانيا أو بعض الدول الأخرى، بتبقى فرصته أحسن. وفي عدد من الطلبة بالفعل التحق بألمانيا وتعادل شهادة المدرسة بتاخده بنفس الشهادة إنه كأنه خريج مدرسة من ألمانيا، وبيكمل حاليا شغل وعمل في ألمانيا كبار في أقسام تكنولوجيا ميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء. تمام. ممكن طيب نعرف إيه الأقسام المتاحة داخل المجمع؟ موجودين في المدرسة هم 3 أقسام: تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا المعلومات. نفس ال3 أقسام دول مستمرين في الكلية: تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات. هم 3 أقسام مستمرين معنا. هل في أقسام مميزة عن أقسام ولا؟ والله ال3 أقسام متميزين ببعضهم، ويمكن من إمكانيات اللي موجودة في قسم تكنولوجيا الكهرباء والميكانيكا من ورش ومعامل متميزة بالتعاون مع الشريك الألماني والتعاون مع المهندسين والناس الخبراء.
فيها إمكانيات عالية جدا، فتميزهم في الإمكانيات سواء المادية أو البشرية. التدريب خدوا المهندسين اللي بيدربوا التدريب على يد ألمان، خبراء ألمان، فمستوى عالي جدا. أنافس بيه منافس بيه كل يعني الجامعات التكنولوجية والاتحاد الجامعات الحكومية. هتشوف الورش والمعامل في قسمي كهرباء، تكنولوجيا وكهرباء وميكانيكا. إن شاء الله هتنزلوا وتشوفوا الورش، مستوى عالي جدا زي المستوى اللي في خارج اللي في ألمانيا بالظبط. عشان كده الطالب اللي ضاع يلتحق بألمانيا هو نفس الحاجات اللي بيدرس عليها بيكون يميز غير أي كلية تانية. تمام. تقنية المعلومات عاملين شراكة مع الITI، فبنحاول إن شاء الله إنه يبقى قسم متميز. تمام. هل الدراسة هنا بتشترط لغة معينة فيها متميزة أكتر أو اتجاه أكتر، ولا في مرحلة المدرسة الدراسة معظمها بيبقى باللغة العربية، في مرحلة الكلية الدراسة باللغة الإنجليزية بجانب دراسة اللغة الألمانية. فالطالب عشان يبقى سوق العمل بتاعه متميز لازم يتقن اللغة الإنجليزية بتفتح له سوق عمل دولي، اللغة الألمانية بتفتح له سوق عمل في ألمانيا، واللغة العربية هي اللغة الأم. دي اللغة الأساس طبعا؟ طيب، سؤال آخر يمكن ده اتطرح عليا من بعض الطلبة في الكلية. هل بعد ما بيخلص الخريج ليه الأحقية، لو هو مثلا من الأوائل العشر الأوائل زي ما بيحصل في جميع الكليات، ليه الأحقية في تعيينه كمعيد داخل الكلية، ولا ما تمش حاجة زي كده؟ هو السنة دي إن شاء الله احنا عندنا خريج دفعة رابعة بكالوريوس، وكل إن شاء الله الأوائل معمول حسابهم في الخطة إن هيبقى تعيين من الأوائل الاستمرار كهيئة معاونة في الفترة القادمة، وهيتفتح لهم برنامج للدراسات العليا بحيث يلتحق ياخد ماجستير مهني ودكتوراه مهنية طبقا للائحة الجامعات التكنولوجية. فده موجود في الخطة. يعني ده هيكون متاح إن شاء الله. بيبقى فيها حق. عارف الفترة الأولى كنا بنعايز نتعين، كان التعيين مثلا من كلية هندسة، كلية حاسبات، عشان لسه ما كانش في خريجين جديد خريج ولد. ومن الفترة الجاية خلاص نحن مش خريج ابن المكان هو اللي هيستمر فيه، وهيتفتح لهم برنامج دراسات عليا خاصة بكل قسم، يقدر ياخد ماجستير ودكتوراه مهنية في التخصص. تمام، دي حاجة كويسة طبعا. طيب، بالنسبة للنقابة، سمعنا إن أو وصلتنا معلومة إن في فعلا نقابة تكنولوجية بيتم تفعيلها بالفعل لطلبة التكنولوجيا بالفعل. يمكن ناخد معلومة عنه؟ نقابة التكنولوجيين هي نقابة اعتمدت من الوزارة، وأعتقد دخلت في مجلس الشعب، أخذت قرار، وحاليا بيتعمل اللائحة التنفيذية للنقابة، الإجراءات التفصيلية للنقابة، لأن بالفعل الخريجين حيبدأوا السنة دي، فهو النقابة هتفعل أعتقد أما يبقى في خريجين تبقى مثال بداية من أول دفعة درايفر أول دفعة عشان الله يبدأ التسجيل. تمام. طبعا زي ما تعرفنا مع الدكتور أحمد عن نظام المجمع ونظام الدراسة والأقسام الموجودة فيه، وخدنا شبه معلومات عامة عن المجمع. خلينا دلوقتي ننتقل معاكم ونشوف الأقسام نفسها، ونشوف كل قسم بيتكلم عن إيه وإيه المميزات اللي فيه، وهل لو فيه عيوب هل فيه عيوب. تمام، ونشرح لكم لأن ده مكان فعلا صرح عظيم جدا 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 ده في محافظة أسيوط، ولكن ملاحظين إن ناس كتير ما عندهاش خلفية عنه. عشان كده أصرينا إن احنا نوضح كل معالمه ونظهره لجميع الجمهورية وجميع العالم، مش بس محافظة أسيوط. ننتقل معاكم دلوقتي ونشوف الأقسام، وبنشكر جدا الدكتور أحمد سعد على المعلومات اللي قدمها لنا. وطبعا بنشكره جدا على الاستقبال العظيم اللي استقبلنا بيه، وتعب معانا جدا بتنظيم وواجب كبير جدا. هنشوف معاكم دلوقتي الأقسام، تابعونا.